أبو الفرج الأصفهاني طبعا صاحب الكتاب الأغاني رجل ناصبي، وهناك من العلماء من يقول هو منحرف جنسيا. ذولا أعداء محمد ترى، ودعتك إذا تكون منصف وعندك ورقة وقلم وتتبعهم ذولا النواصب أكو خلل لو بأمة لو به. أحد علماء الأزهر أو مصر يقول تتبعت أعداء علي بن أبي طالب وجدتهم أولاد زانيات. والله ترى علي فطرة، اللي يكره علي بن أبي طالب غير لازم أكو خلل. يقول وجدت أغلب الرموز اللي عادت علي بن أبي طالب وناصبته العداء أولاد زانيات. هسه خاف نذكر الأسماء أخواننا بالمدرسة الأخرى ينفعلون. وحدة من ذني هند، تدري هند اليوم اكو محاولة لإعادة تصنيعها وطرحها على أنها مقدسة، الصحابية المظلومة. وصلت بها حالة السادية والحقارة أنها مو فقط تآمرت على قتل حمزة سيد الشهداء، بل لاكت كبده وبعد قطعت أعضاء التناسلية وسوتها نقلادة. قد حقيرة هاي أم معاوية، صور الخليفة اللي يحكم المسلمين. لذلك يقولون معاوية راد يطمس قبر حمزة حتى أيام خلافته. ليش؟ لأن ذول الحجاج من يجون يكون يزورون قبور شهداء أحد، من يكون هذا منو؟ حمزة. منو قتله؟ فلان. بأمر من؟ هند أم من؟ أم معاوية. معاوية منو؟ خليفة. شلون يصير خليفة وأمه بهالمستوى هذا؟ لذلك يقول راد يجري المي على قبره حتى يزيله. ونادى المنادي من له قبر في هذه المنطقة فلينقل إنا نريد الأرض للزرع. قال لها ملعون، هاي بلاد المسلمين كلها الخصبة ما سوتها مزارع إلا هاي. والله عندنا بعض الروايات يقولون معاوية مات وفي عنقه الصليب. يعني هاي الأمة قد مضحك عليها قبل 1400 سنة، مات وفي عنقه الصليب. اليوم الوهابية يردون يلمعون شخصية معاوية، سيدنا معاوية، يذكر معاوية يبكي، لكن بقرارة نفسه يعرف أنه رجل حقارة تمشي على الأرض. على كل هذا كتاب الأغاني كتاب مشؤوم. بعض العلماء يقول هذا الكتاب ما وضع في بيت إلا ونزلت فيه المصيبة من قد ما بحقارة وأكاذيب.